حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. بسم الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا، وأول حاجة هنبدأ بيها هي الشربات علشان أنا عايزاه يكون بارد. هحط كده كوباية وربع من السكر، وعليهم كوباية ونص من المية، وهعصر عليهم كده نص ليمونة، وهقلبهم على البارد لحد ما ادوب السكر كده على قد ما اقدر. وبعد كده هاخدهم ارفعهم على النار، وهحسب لها من بداية الغليان من 5 ل7 دقايق. هنا الشربات بعد ما غلي معايا حوالي 6 دقايق على البوتاجاز، هنحط له بقى كيس من الفانيليا او نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنقلبها. طبعا انا حطيت الفانيليا بعد ما الشربات نزل من على النار علشان تفضل ريحة الفانيليا موجودة في الشربات وما تروحش مننا. كده تمام، انا جهزت الشربات، هسيبه بقى كده على جنب لما يبرد خالص، وتعالوا نحضر الكيكة مع بعض. هنجيب بقى الخلاط وهحط 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. يعني ايه وسألتوني كتير؟ يعني بنخرجها قبل ما نبدأ نشتغل في الكيكة بنص ساعة علشان ما تكونش باردة وساقعة من التلاجة. وهحط عليهم كوباية الا ربع من السكر، نفس الكوباية اللي هنعاير بيها كل المقادير، هي كوباية واحدة، اي كوباية عندك استخدميها وعايري بيها. واحط عليهم كده معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، او لو عندك فانيليا بودر حطي نص معلقة. الكوباية اللي معايا دي يا جماعة نفس معيار الكوباية المعيارية، يعني لو عندك الكوباية المعيارية حطي بيها. واحط لهم كده معلقة صغيرة مليانة من الخل الابيض بتاع السلطة، واحط لهم رشة ملح كده صغيرة، طرف معلقة صغيرة من الملح او رشة كده ما بين ايديكي. هنضرب كل المكونات اللي معايا دي كده ضربة محترمة في الخلاط لحد القوام بتاعها ما يبدأ يهيش ولونه يبيض كده ويتغير. كده تمام، انا خلاص ضربت البيض والسكر مع بعض مع الفانيليا وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. هنحط بنفس الكوباية نص كوباية من جوز الهند، سواء بقى خشن او ناعم الموجود عندك استخدميه. ونفس الكوباية هحط بيها كوباية الا ربع من الزيت، سواء زيت ذرة او زيت دوار الشمس مفيش مشكلة، المهم يكون زيت نوع نضيف. بعد كده نفس الكوباية هحط لها كوباية من الزبادي، يعني هجيب الكوباية اللي انا بعاير بيها كل المقادير اللي معايا من اول الفيديو، فضيت فيها كده كوباية زبادي حوالي 100 جرام، وهكمل عليها حليب. بصوا كده زي ما انتوا شايفين، انا فضيت علبة الزبادي في قلب الكوباية وكملت عليها حليب علشان يكون معايا في النهاية كوباية كده مليانة من الحليب على الزبادي، او نصها زبادي ونصها حليب. وطبعا الحليب بيكون دافي او عادي، يعني خارج من التلاجة بقاله فترة برضو، ما يكونش بارد. هنضرب كل المكونات اللي معانا في الخلاط دي حوالي كده دقيقتين 3. اطفي الخلاط وشغليه، اطفي الخلاط وشغليه لحد ما تتأكدي ان هي ضربت ضربة كويسة قوي، وقوامها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولونها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده خلاص احنا حضرنا المكونات السائلة. تعالوا بقى نحضر المكونات الجافة، ونخلي بالنا جدا من الخطوة اللي جاية علشان دي اهم خطوة معانا في الفيديو. معايا هنا كوباية من الدقيق اللي هو الدقيق الابيض العادي، الكوباية اللي عايرت بيها السوائل هي اللي هعير بيها المواد الجافة. هحط عليهم كده كيس من البيكنج باودر يكون 16 جرام، او معلقة كبيرة كده مليانة هرمية من بتاعة الاكل. هننخل الدقيق مع البيكنج باودر مرة واتنين وتلاتة، كل ما تنخليهم اكتر كل ما تديك نتيجة افضل. كده تمام، انا نخلت الدقيق خلاص والبيكنج باودر. هنقلبهم مع بعض مرة كمان علشان نتأكد ان كل حاجة اختلطت مع بعض كويس. وهنا معايا بنفس الكوباية اللي عايرت بيها كوباية من دقيق البسبوسة، ويكون ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سواء بقى هتجيبيه سايب او هتجيبيه الاكياس الكبيرة اللي هي الكيلوات اللي مفيش عليها اضافات، او هتجيبيه الاكياس الجاهزة، كله تمام هيشتغل معانا. هناخد كده كوباية مليانة، بس مش هنشتغل بيها دلوقتي، هنسيبها على جنب، ودي خطوة مهمة جدا وهقول لكم ليه. هننزل كل المقادير السائلة اللي معايا في شفشق الخلاط على كوباية الدقيق والبيكنج باودر، وهنخلطهم مع بعض كويس. وزي ما احنا متعودين مع بعض في الكيكات، ما بنخلطش بسرعة، بنخلط بالراحة وفي اتجاه واحد. كده تمام، انا خلطت كوباية الدقيق مع المكونات السائلة اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبقى قوامها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هضيف لها كوباية دقيق السميد او دقيق البسبوسة، وهي دي الخطوة المهمة، هي سر نجاح الكيكة بتاعتنا. ليه يا جماعة ما بنضيفهمش كلهم مع بعض المواد الجافة مع بعضها؟ لان دقيق البسبوسة لما بتخلطيه كتير او بتلفيه كتير او بتعجنيه كتير،
بيعمل عرق وبيسمخ كده وبيكون متماسك وبيخلي البسبوسة عموما او الكيكة ما تشربش شربات. فاحنا حطيناه في اخر خطوة وهنقلبه تقلبتين 3 بس مش اكتر، حاجة بسيطة كده لحد ما تتأكدي ان هو داب كويس في الخليط اللي معانا ويكون بالشكل والقوام اللي انتوا شايفينه ده. بصوا اهو من قريب القوام كده مظبوط، ده القوام المظبوط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، بيكون بالشكل ده. هنجيب صينيه مقاس 26 بطنتها كده بالزبده او بالزيت ورشيتها رشه من الدقيق ونفضتها كويس، وهنزل بالخليط اللي معايا كله في الصينيه. وزي ما قلت لكم الصينيه مقاس 26 كده تمام. هنخبط الصينيه تخبطتين كده على الرخامه علشان اي هوا فيها يخرج وتكون الكيكه ملسه من جوه، ما يكونش فيها فجوات كبيره. التسوية بقى زي ما احنا متعودين مع بعض، اسرار نجاح التسوية بتاعة الكيك بتاعتنا يا جماعة. بنولع الفرن قبلها ب5 6 7 دقايق بالكتير. الناس اللي بتولعه بالربع ساعة ما ينفعش، الفرن بيكون حامي قوي وبيقوم الكيكة مرة فجأة مرة واحدة وبتهبط ما بتكونش مستوية. بحط الكيكة في الرف اللي في النص، بشغل الفرن على 180. اول ما الكيكه بتبدا تستوي وترتفع وتعلى وخلاص بحس ان هي استوت وريحتها بدات تطلع والاطراف بتاعتها بدات تحمر كده وتبقى تمام خلاص. لو هي احمرت فوق وتحت والفرن بتاعك بيحمر فوق وتحت مفيش مشكله، خلاص كده تمام. بعد ما تتاكدي ان هي استوت بتطفي من تحت وتشغلي لها الشوايه تحمري لها الوش من فوق. الكيكه بتاعتنا بتاخد من 35 دقيقه ل 40 دقيقه تقريبا، ممكن تزيد شويه حاجه بسيطه على حسب درجه حراره الفرن. وهنا الكيكة بعد ما خرجت من الفرن ما شاء الله ريحتها مفيش في حلاوتها ولا في جمالها، ريحتها تحفة وقوامها خفيف وهش جدا وطرية جدا. هنا معايا الشربات برد تماما، ما عادش فيه اي درجة حرارة، والبسبوسة او الكيكة طالعة من الفرن سخنة. هنبدأ نسقي الشربات للكيكة، وزي ما قلت لكم الكيكة بتكون طالعة سخنة نار من الفرن والشربات بارد جدا، ونبدأ نسقيها على طول. بصوا الكيكة بتشرب الشربات فورا اول ما بينزل عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا واضح جدا ازاي، وده دليل على ان الكيكة بتاعتنا مفتحة من جوه والمسام بتاعتها مفتوحة لانها بتشرب الشربات على طول، والكيكة هشة خالص. وده السر في ان احنا ضفنا دقيق البسبوسة اخر خطوة في العجين واحنا بنعجن. هنسيبها لما تبرد خالص وبعد كده بقى هنزينها حسب الرغبة وحسب ما انتوا بتحبوا. ممكن ترشي على وشها كله كده من فوق شوية من الجوز الهند، ممكن تحطي حبات كده كبشات زي ما انا هحط كده، ممكن ما تحطيش حاجة خالص على حسب اللي موجود عندك. ممكن ترشي مكسرات على وشها، اي حاجة عندك موجودة ممكن تحطيها مفيش مشكلة، وممكن تخليها من غير اي حاجة خالص هتكون حلوة برضو. وهنا عندي الكريز اللي احنا بنزوق بيه التورت ده، قطعته حتت صغيرة كده وحطيت على كل حبة من شوية الجوز الهند اللي انا حطيتهم حتة كده صغنونة تدي شكل حلو للكيكة بتاعتنا وتفرح الولاد. بصوا الشكل النهائي شكله حلو قوي ازاي، تشرفك قدام ضيوفك وتفرح ولادك، حاجة كده تحفة وطعم وقوام ما اقولكوش. تعالوا بقى نقطعها مع بعض ونشوفها كده. بصوا يا جماعة ما شاء الله الكيكة هشة وخفيفة جدا، طرية جدا، شاربة الشربات، طعم البسبوسة فيها حلو قوي. بصوا من الاخر كيكة كده تحفة.